من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا جدا في الماركتنج هي فكره ازاي ممكن تحط الايموشنز، لان الايموشنز ممكن تغير من فكره البيع، وممكن تغير من شكل البيع بتاعك، وممكن تغير من عدد الناس اللي بيجوا لك. فعشان كده واحده من اهم الحاجات اللي احنا هنذكرها في الفيديو ده ازاي ان انت تحترف فكره تحط الايموشنز بشكل صادق، فالناس تقدر ان هي تتفاعل معاك وتتذكر دايما كلامك. واحده من اكتر الكورسز اللي انا حضرتها وما اقدرش انساها خالص، رحت حضرت كورس عن ال NLP مع ريتشارد باندلر في لندن. اللي متذكره من الكورس ده ان كل بوينت او كل نقطه كان بيحاول ان هو يقولها كان بيقول عليها قصه، يعني كل نقطه في قصه بيقولها، والقصه دايما بيكون فيها ايموشنز. فعشان كده اللي مخليني فاكر البرنامج ده او مخليني فاكر الكورس ده كل العناصر اللي موجوده فيه، مع انه مختلف عن طريقتي. انا دايما طريقتي 1 2 3 4، هو ما كانش بيقول 1 2 3 4، هو بيقول قصه وتحتيها شويه ايموشنز وبعد كده بيدي الدروس المستفاده. ولكن من افضل الكورسز اللي انا حضرتها على الاطلاق ولسه متذكرها لغايه النهارده. ودي من الحاجات اللي خلتني ان انا اشوف ان الايموشنز مهمه جدا عشان تقدر ان انت تغير وتؤثر في الشخص اللي قدامك بشكل صادق. لو انت حقيقي عندك العلاج، حقيقي عندك القدره على ان انت تحل له مشكلته. لو ما عندكش القدره ان انت تحل له مشكلته، يبقى اعتقد كل اللي احنا بنقوله ده كلام مش حقيقي او كلام ممكن نصب لان لازم يكون عندك شيء تقدر ان انت تقدمه للناس. طيب ازاي ممكن ان انت تحط الايموشنز؟ واحده من الحاجات المهمه جدا اللي انت ممكن تتذكرها او ممكن تساعدك ان انت تحط الايموشنز هي فكره البروميس. ايه الوعد اللي انت بتحاول تقوله للشخص؟ ممكن مثلا شخص بيحاول ان هو يساعد رواد الاعمال يبقى عندهم برودكتيفيتي، انتاجيه، فالوعد بتاعه ممكن يكون عندك فريدم اكتر، ممكن يكون عندك وقت تستمتع فيه مع أسرتك أكتر، ممكن يكون عندك اتشيفمنت أكتر، فتحس بالاتشيفمنت بالإنجاز أكتر. فلو عندك بروميس معين، البروميس هنا مش بتكلم على الفيتشرز بتاعت البرنامج الفيتشرز بتاعته اللي هو 8 أسابيع 5 ساعات، دي الفيتشرز. ولكن فكر في البروميس الأخير، لأن البروميس الأخير ده هو اللي هيخليك تعرف تحط إيه هي الإيموشنز. فكل برنامج موجود عندك حاول إن أنت تحط الإيموشنز دي على الأقل 3 ايموشنز اساسيه لكل برنامج. والثلاثه ايموشنز دي حاول بقى ان انت تتكلم عليهم بشكل مستمر، تتكلم عليهم في الفيديوز بتاعتك، تتكلم عليهم في الويب سايت، تتكلم عليهم وانت بتعمل اعلان. دايما اذكر الايموشنز دي. واحده من الادوات الثانيه اللي ممكن تحط الايموشنز بيسموها الايدنتيتي شيفت. يعني ازاي ممكن هتغير من الايدنتيتي بتاعت الشخص؟ يعني شخص جاي لك ممكن ديبريست، ممكن ان هو مكتئب، ممكن ان هو حاسس ان هو اندر فاليو، يعني ما عندوش قيمه، او مثلا تيجي حاسه ان هي ندمانه ان هي بتضيع وقت، على سبيل المثال بتشتغل على نفسها، فبالنسبه لها ده تضييع وقت، والمفروض ان هي تستثمر وقت اطول مع عائلتها او مع ابنائها. فده جاي لك بيه. اللي انت محتاج ان انت تحوله او الايدنتيتي تتغير، ان انت ممكن تقول ان انت هتبقي سوبر مام، مش هيبقى عندك الجلد ده لان هيبقى عندك وقت منظم. لو انت رائد فكره او رائد عمل، هيبقى عندك قدر ما من الثقه، هيبقى عندك قدر ما من المصداقيه. فكل العناصر دي هي الايدنتيتي شيفت، بتغير حتى في طريقه الكلام اللي انت بتقوله، وبتغير في طريقة الماركتنج اللي انت بتعمله. فواحدة من العناصر الأساسية اللي انت ممكن تفكر فيها هي البروميس أو الايدنتيتي شيفت اللي انت بتعمله للعميل بتاعك. بدولة هتقدر ان انت تكتب محتوى مختلف، هتقدر ان انت تكتب محتوى بيتكلم مع الايموشنز بالاضافه الى المنطق. احنا ما سبناش المنطق، لان المنطق مهم، الفيتشرز مهمه، ان انت هتحصل على 1 2 3 في وقت معين، بس اللي هتحصل عليه كمان الايموشنز. فمعظم الناس بتتكلم بالايموشنز، ومعظم الناس بتتذكر الكلام بالايموشنز. واخر حاجه ممكن ان انا اقولها هي فكره الستوريز. لو تقدر ان انت تحط ستوريز في البوينتس بتاعتك، لو انت عندك برنامج، عندك حاجه، لو انت تقدر تحط قصص معينه توصف بيها او تمهد بيها الطريق للي انت عايزه، اعتقد ده هيكون مناسب جدا. زي ما انتوا مثلا شفتوا ان في ناس كتيره حوالينا، من ممثلين، من مذيعين، الطريقه اللي بيقول بيها هي اللي بتفرق في توصيل المعلومه. ممكن المعلومه هي ولكن الطريقه اللي بيقول بيها بتكون مختلفه. فدول الثلاث عناصر لو انت حابب تحط الايموشنز بتاعتك. فاول عنصر اتكلمنا عليه هي اتكلمنا على البروميس، ثاني عنصر هي الايدنتيتي شيفت اللي بتحصل للعميل من خلالك، ثالث حاجه هي الستوريز. وبكده هتقدر ان انت تحط الايموشنز. والكول تو اكشن دلوقتي بتاعك ان انت حاول تشوف كل البرامج تطلع منها الثلاث عناصر دي، وحاول ان انت تضيف العناصر دي على الفيديوز، على الكوبي اللي انت بتكتبه،
على الويب سايت بتاعك لو مش موجود فيه. لو انتوا انترستد ان انتوا تعرفوا اكتر عن ازاي تكتب الكوبي وتعمل الفانل، احنا عندنا برنامج اسمه Uplift Your Copy وMaster Your Funnel، تساعدك ان انت تعمل كل الحاجات دي في منظومه فيها ناس بتدعمك وفيها شغل بايدك عشان تطلع محترف صناعه المنظومه التسويقيه، مش بس اعلانات ولكن المنظومه كلها. فلو انت انترستد هتلاقي لينك تحت. نحب نشوفك ان شاء الله معانا في الراوند اللي جايه.